السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي من قلبنا لكل حد نفسه في أمنية ربنا يحققها له. اللي نفسها تتجوز ربنا يرضيها وتتجوز، اللي نفسها تبقى أم ربنا يرضيها وتبقى أم، اللي نفسه في بيت، اللي نفسه في عربية، اللي نفسه في شقة، اللي نفسه في حاجة، يا رب راضي الناس كلها يا رب علشان خاطر يرضينا. ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنقول وهاني بيقول لكم احنا عايزين القناة بتاعتنا تكبر شوية، تكبر بيكم علشان نحقق ايه، نحقق ربح ونبقى زي اليوتيوبرات دي، ولا معرف بيقولوها ايه. ان شاء الله باذن الله يا رب باذن الله. انا عندي بقى شويه مواعين صغيرين مش كتير، هغسلهم بعد كده هعمل لهم شكشوكه لحمه. ده برطمان مخلل فلفل حراق جدا خللته، وعندي هنا برضو لسه فلفل وخيار هخلله ان شاء الله يعني باذن الله، وربنا يرضينا. تعالوا نحكي في اي حاجه، ليه ما نساعدش بعضينا؟ يعني احنا مش اللي بيشوف الفيديو ده بتاعي، انت هتخسر ايه لو انت عملت اشتراك؟ كل القنوات الصغيرة اللي كانت قبلي ديت كانت قنوات في يوم من الايام صغيرة جدا، وكانت عايزة الدعم وكانت عايزة الاشتراك، وكبرت بيكو، كبرونا بيكو. يا رب نعشم من الله ان شاء الله انها تكون السنة دي نهايتها تكون سنة حلوة وجبر لكل الناس، وبداية السنة الجديدة ان شاء الله برضو تكون جبر لكل الناس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هعمل ستوب وهرجع لكم تاني اشطب الحوض. رجعت لكم تاني بقى علشان انا رجعت لكم تاني بقى عشان انا عايزه احكي معاكم في موضوع هتلاقيه في بيوت كتيره، يعني بيوت كتيره جدا هي بقت حاله منتشره، وهي الست اللي هي يعني مطلقه، اللي هو مش يعني ولا حاجه، اللي هي زي حالاتي يعني، دايما بتبقى عرضة جامدة جدا جدا لكل حاجة، لنقد وسخرية، وان الناس دايما تحس ان هي شايفاها ان هي ست مش كفاءة. وطبعا الله يصلح حال الناس والعباد يا رب، وخصوصا لما يبقى الطرف الاولاني ادى انطباع للناس فتبدأ الناس تصدق وتتكلم عنها. هي بتبقى والله العظيم مظلومة جدا، وبتبقى كل اللي عايزاه في الدنيا بعد كده ان هي تعيش عشان خاطر تربي الولاد وبس، تربي صح، تربي عيالها وتأكلهم صح وتعملهم. وبتبقى فكرة ان هي ترتبط بحد تاني خلاص بتبقى بالنسبة لها ده مرار المرار، وانها حاجة مش هتحصل ومش عايزاها. انا نفسي قوي كل الناس تتعلم الاخلاق والاحترام، وان هي الست اللي يلاقوها انفصلت يسيبوها في حالها، وبلاش الرياكت والانتقادات على طول الوقت، الانتقادات اللي هي تهد فيها. وهو كل واحد منه لله، اللي بيقول كلمة كويسة بتقعد له، واللي بيقول كلمة وحشة بتقعد له. وانا عشمي في الله ان شاء الله باذن الله، انا عشمي في ربنا كبير 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 قوي، ان انا هقدر احقق حاجة، وان انا هعمل لابني مستقبل كويس، وربنا هيرضيني. والله العظيم انا عشت طول عمري غلبانة جدا جدا جدا. انتوا عارفين يا جماعة انا سبب من ضمن اسباب اللي انا اتطلقت بسببها، وده عن لسان الطرف الاولاني، ان انا بتصالح بسهولة. فانا مش عارفة هو ده عيب. اجماليا احنا مش بنقول على ايام راحت وخلاص، بس توابعها لسه قاعدة. ربنا يرضيني ان شاء الله، واعرف اربي ابني، ويشهد ربنا عليا ان انا يعني انا اخلاص بعد الاخلاص باخلاص. اذا كان الاخلاص في الزمن ده هو عيب يا جماعة، فطب ايه الصح؟ هو انا كنت لازم ابقى من النوعيات اللي بتتكلم وترقص حواجبها وهي بتتكلم وانها بتتكلم بالعين والحاجب والقوة؟ مش انا الشخصية دي، مش انا، وما احبش اكون الشخصية دي، وعمري ما هكون الشخصية دي. انا دايما هسأل ربنا ان هو يرضيني، وان هو يطرح لي البركة في ابني، لان انا ما عنديش الا هو، انا في حياتي ما فيش الا هو. ربنا يرضيني ان شاء الله.
برضو هشطب الحوض وارجع لكم تاني. اقول لكم على حاجه. انا هروح اقطع عندي حته لحمه زي ما قلت لكم في الاول، هقطعها وهعملها شكشوكه وهظبط الدنيا. وكل اللي بتمناه من ربنا ان هو يرضيني والدعم والاشتراك، ويا رب يا رب انت كريم ومع المنكسر جابر. شكرا ليكم يا رب. كل اللي شاف الفيديو بتاعي دوت ان هو يعمل لايك، وربنا يرضيني ويشترك في القناة أرجوكم، وربنا يرضيكم. وسنة إن شاء الله، إن شاء الله تكون سنة حلوة عليكم وسعيدة بإذن الله بإذن الله بإذن الله يا رب. يلا قول لهم باي باي. باي باي. قول لهم باي باي. تعالى هنا. باي باي باي. باي. باي باي حبايبي. باي باي يا حبايبي.